خالتي عديلة مش موجود وانا هنا لوحدي. كنت انا لبست حاجه تليق بالمقام. يعني مش ناوي تبطل شقاوة؟ فكري بيه، احنا الطريق بينا مسدود. اللي انت عاوزه مني ما اقدرش عليه. ورث الإخوة الثلاثة عطوة حسين فهمي وسالم فاروق الفيشاوي وشوقي محمود مسعود ورشة نجارة في بورسعيد، ولكن عطوة فضل العمل بالتجارة في القاهرة وترك أمر الورشة لأخويه. كان رجل الأعمال الكبير فكري بيك صلاح ذو الفقار بصدد الاستثمار في مشروع كبير بيحتاج لأرض الورشة وعرض ضعف ثمنها، ولكن عطوة يرفض من أجل رفع سعر الأرض لعلمه بحاجة فكري بيه لتلك الأرض، بينما كانت الأم أمينة رزق تفضل الإبقاء على الورشة لأنها من ريحة المرحوم. دلال ليلى علوي فتاة جميلة سيئة السمعة تعمل في بوتيك وهي يتيمة تعيش مع زوجة أبيها عديلة ليلى يسري. بتتعرض دلال لإغراءات ومطاردات من رجل الأعمال فكري بيه الذي يريدها بأي ثمن في علاقة خارج نطاق الزواج. كانت دلال تتمنع، فلم يفقد فكري بك الأمل، وكانت دلال على علاقة حب مع عطوة ولا تمانع في الاختلاء به ومنحه جسدها. وعندما علمت أنه يتلاعب بها من أجل مزاجه فقط ابتعدت عنه، ولكنه أقنعها بحبه ورغبته في اصطحابها للقاهرة في الغد والزواج هناك، فاستسلمت له. وفي اليوم التالي سافر وتركها، واضطرت زوجة أبيها لإبلاغ عمها بيومي عزت عبد الجواد بالأمر، والذي حضر من الزقازيق، وقرر اصطحابها للزقازيق الأسبوع القادم وتزويجها هناك. هتيجي معايا الزقازيق تعيشي معززة مكرمة مع مرات عمك وولاد عمك. واسيب شغلي في البوتيك يا عمي؟ انت بتسمي ده شغل؟ ده فضيحة. ولكن سالم الذي كان يحب دلال في صمت ولأنه طيب وهادي فقد تغاضى عن كل ما يقال عنها وعرض عليها الزواج، ورغم معارضة والدته التي تسمع عن سلوكها البطال وكذلك معارضة عطوة، إلا أن سالم نجح في إتمام الزواج وعاشت دلال في بيت حماتها رغم أنف الأخيرة. اضطر فكري لعرض الشراكة على الإخوة بنسبة قيمة الأرض، واشترط عطوة إن جميع أعمال النجارة بالمشروع تكون من نصيب ورشتهم. وافق فكري بيه بشرط بقاء عطوة في بورسعيد بجانب المشروع وعدم السفر لمصر، وبذلك تواجد عطوة في نفس المنزل مع دلال التي ما زالت تحبه، كما أنها ما زالت تتعرض لمحاولات فكري بيه الذي كان يرسل إليها صديقتها سلوى عفاف رشاد لتقنعها بالعلاقة مع فكري الذي كان أيضا يتخذ من سلوى عشيقة. أخذت دلال اللانش لتتنزه به في البحر كعادتها دائما، ولم تكن تعلم أن الموتور به عطل فاحترق اللانش وكادت تغرق، لولا أن عطوة تنبه وأسرع إليها وأنقذها. وعلى رمال الشاطئ لم تستطع دلال مقاومة حبها لعطوة فاستسلمت له. وعندما علمت حماتها بعلاقتها مع عطوة ظنت أن الفرصة أصبحت موالية للتخلص منها، فطلبت من سالم أن يطلق دلال لأنها تخون مع أخيه عطوة، فاندفع سالم بحثا عن أخيه للانتقام بقتله، وتصارعا فوق أحد بنايات المشروع ليسقط منها سالم ويلقي مصرعه، ويعتبر عطوة أنه المسؤول عن مقتل أخيه هو ودلال، فبحث عنها ليجدها في يخت فكري بيه فقام بخنقها حتى الموت، ويقبض عليه البوليس وتولول الأم وتنوح ابنها الذي مات والآخر الذي قبض عليه. فيلم الأنثى إنتاج 1986 وهو من بطولة ليلى علوي وصلاح ذو الفقار وحسين فهمي وفاروق الفيشاوي وأمينة رزق ومحمود مسعود. الفيلم من تأليف مصطفى بركات وإخراج حسين الوكيل.